البسبوسة من الحلويات الشرقية. في مننا كتير ما بتظبطش معاه. النهاردة هنعملها بسبوسة الحلواني، بسبوسة العربيات بأبسط وأجل المجادير. بحاول ان انا اجيب لكم مجادير بسيطة وموجودة في كل بيت علشان اللي مش متاح عنده يقدر ان هو يعملها. ان شاء الله هنعملها النهارده مع بعض طريقه سهله وبسيطه وتنجح معاكي. شايفين الشربات ده بيدل على نجاح البسبوسه، نفس طعم العربيات. انا اكتشفت النهارده السر ان العربيات بيضحكوا علينا، بيبيعوها بسعر مبالغ فيه، وهم بيعملوها بايه؟ ميه وزيت. النهارده هنعمل مع بعضينا البسبوسه تكات تفاصيل. كل حاجة تطلع من الفيديو ده أستاذة فيه، أستاذة بمعنى الكلمة. إن شاء الله تظبط معاكي. وكمان هنعملها في حلة واحدة من غير مواعين من غير كركبة. نبدأ مع بعض الفيديو، يلا بينا. معانا دلوقتي حلة بضيف فيها كوباية إلا ربع من المية، كوباية إلا ربع من الزيت، كوباية إلا ربع من السكر. نفس المقادير موحدة، نفس الكوب اللي بعاير بيه كل مقدار هو نفس الكوب اللي بعاير بيه كل المقادير. معايا هنا معلقة كبيرة من عسل النحل. ممكن كمان لو عندك انت اللي هو عسل الجلوكوز. انا بحاول ابسط المتوفر عندك اعملي بيه. النتيجتين هيطلعوا، يعني المكونين هيطلعوا نفس النتيجة بالظبط. معانا هنا جوز هند. طبعا انا بحط كده معلقتين تطعيمة مش اكتر. بضيف هنا 3 اكواب من دقيق السميد. روح العطارة واللي عايزة دقيق البسبوس او دقيق السميد هيديكي كده. قولي عايزة الحباية الوسط، انا مش عايزاه ولا خشن خالص ولا ناعم، عايزاه وسط. ضفت معايا هنا كل المقادير على بعضيها بالشكل ده كده في الحلة. مفيش بيكنج باودر، لان انا بشوف ناس كتيرة بتحط بيكنج باودر في البسبوسة، ده بتبوظ معانا البسبوسة خالص. انا معايا هنا بقى صينية. الصينية دي اللي هي طقم البسبوسة دي الصينية الوسط، عشان انا عايزة البسبوسة عالية معايا شوية. بدهن هنا معلقة من السمنة، ممكن سمنة بلدي كده تدي معانا تطعيمة، لان احنا عاملين البسبوسة بزيت. ممكن تضيف معلقة سمنة بلدي او اي سمنة عندك متوفرة، زبدة المتاحة عندك. كده البسبوسة كده خلاص خلصت معانا. مفيش اسهل طبعا ولا ابسط من كده. الفرن معانا يكون ساخن على درجة حرارة 190. بدخل البسبوسة معايا لحد ما تاخد لون ذهبي بالشكل ده. الشربات بتاعي هنا انا بعمل شربات للبسبوسة يكون خفيف. بضيف هنا كوبين من السكر، 3 اكواب من المية، 3 شرايح من الليمون. برفعهم على النار بعد ما بيغلوا، بعد 5 دقايق بالظبط على التليفون وبقفل عليهم كده. تمام. هتكون البسبوسه طلعت معانا، اخدت معانا اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه ده كده. بنزل بالشربات على البسبوسه تكون لسه سخنه طالعه من الفرن والشربات لسه جافله عليه، واروح طشه الاتنين مع بعض كده علشان البسبوسه تتشرب معايا الشربات وتبقى طالعه معايا كده مرمله وشاربه الشربات بتاعها. لازم نضيف الشربات يكون معانا سخن. شايفين بقى النتيجه فوق الخيال، فوق الوصف. اتمنى تجربوها طبعا بنفس الطريقه، ان شاء الله هتعجبكم. نفس طعم بسبوسة الحلواني، بسبوسة العربيات، بسبوسة أكبر المحلات. أنا اكتشفت النهاردة إن هما بيعملوها كمان بالزيت وبالمية. احنا بنضيف زبادي، بنضيف حليب، بنضيف سمنة. كل ده مش عوامل من عوامل نجاح البسبوسة، لا بيأثر على نجاحها ولا بيأثر على فشلها. بالزيت وبالمية هتعمليها هتطلع معاكي نفس طعم المحلات بره. طبعا هنا كنت بقدم معاكم البسبوسة. هفتحها معاكم دلوقتي مرملة واخدة لون ذهبي من فوق ومن تحت. بسم الله ما شاء الله عليها، متماسكة ودايبة في نفس الوقت. اتمنى تجربوها بنفس الطريقة. لو مش مشتركين في القناة اتمنى الاشتراك وتفعيل الجرس على الكل. مشاركة فيديوهاتي لكل حبايبنا واصحابنا علشان الكل يستفاد من الطرق اللي انا بقدمها دي. لايكات كتير بقى للفيديو، تشجيع كده للقناة عشان استمر معاكم. وكده اكون وصلت لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.